طب وايه تاثير كل ده على الكائنات الحيه؟ خدوا عندكم. اولا انقراض البرمائيات الضخمه. الكائنات اللي كانت معتمده على الميه بدات تعاني، خصوصا البرمائيات العملاقه اللي كانت عايشه في المستنقعات. ثانيا صعود الزواحف. زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، الزواحف بقت افضل الكائنات من ناحيه التكيف لانها مش معتمده على الميه بنفس درجه البرمائيات. ثالثا اختفاء الغابات وتغيير السلسله الغذائيه. كان في كائنات كتير معتمده على النباتات الضخمه اللي بدات تختفي، وحصل اضطراب في النظام البيئي، وخلاص الكربون انتهى. ودخلنا الفتره البرميه، والاسم ده مرتبط بتحولات ضخمه جيولوجيه وبيولوجيه. الجفاف استمر والصحراء انتشرت اكتر، بس في نفس الوقت حصلت تطورات مدهشه في الحياه على الارض. الفترة البرمية كانت بداية صعود مجموعات جديدة من الكائنات، وتغييرات هتكون لها تأثير على مستقبل الكوكب كله. طيب ايه اللي بيخلي الفترة البرمية من أكبر فترات التحول في تاريخ الأرض؟ الفترة البرمية كانت واحدة من أكتر الفترات المثيرة في تاريخ الأرض، مش بس لأنها كانت آخر محطة قبل أكبر انقراض جماعي حصل، لكن كمان لأنها كانت عصر مليان تغيرات جيولوجية وبيولوجية ضخمة. زي ما كنا بنقول، القارات اتغيرت والمناخ اتحول، والكائنات اللي عاشت فيه كانت بتواجه تهديدات جديدة تماما.